بعد ما جهزنا الكيك والحشو عندي طبعا هنا جاهز، أنا محضرته طبعا. نحضره طبعا الحشوات من قبل وجهزتها. عندي هنا راح أعمل اللي هو في اليوم الثاني راح أحشي الكيك وأخليها بالفريزر. عندي زي ما انتم شايفين جبت الصحن اللي أنا صلحت فيه الكيك وراح أعمل له تغليف بورق الزبدة. بعد كده راح أحشي الكيكات وأدخلهم في الفريزر لليوم الثالث اللي هو يوم العمل. عندنا طبعا إحنا الشغل اللي حق الكيك عادة ياخد من 2 إلى 3 أيام طبعا على حسب حجم الكيك. أنا هذه الكيكة خلتها عندي 3 أيام، اللي هي يوم صلحت فيها الكيك ويوم حشيت فيها الكيك وغلفته بالحشو. لا ما غلفتوش يعني ببقية الأمور، إنما غلفته بالحشو أو عملت له الحشو وحشيت الكيكات وخليها تتفرزن في الثلاجة لليوم الثاني. بعد كذا بدأت اللي هو أغلفها بالجناش وأغلفها بعجينة السكر. لاحظوا عندي هنا طريقة تغليف الصحن. أنا عشان عملت هذا التغليف عشان إيش؟ تاخذ الكيك برودة تامة واشتيها تكون محافظة برضو بنفس الوقت على طراوتها وتكون سهلة في العمل. أنا هنا عملت ورق زبدة، عملته أكبر من قياس الصحن بشوية. لاحظوا طبعا عشان التصوير يكون أسهل أنا راح أشرح لكم الأمر على اللي هو الصحن الصغير. غلفته بنفس الطريقة اللي هو عملت بطانة من الورق الزبدة. بعد كذا أجيب معايا الكيكات اللي أنا جهزتهم في اليوم الأول. عندي الكيكة ما شاء الله طرية وزي الفل. طبعا أنا ما حطيتهاش في الثلاجة لأن الجو عندي جدا بارد، لذا أنا بس غلفتها وحطيتها بعد التغليف عندي كده على الطاولة إلى اليوم الثاني. اليوم الثاني بدأت أقطع الكيكة إلى شرايح. طبعا قطعتها في البداية، حددت عدد الشرايح اللي راح أعملها. أنا راح أعملها 4 شرائح. لاحظوا ما شاء الله الكيك طري، وهذه هي السماكة اللي إحنا محتاجينها. بعد كذا أقطع بقية القطع. تأكدوا أنكم تقطعوها على مهلكم، خاصة المبتدئات يقطعوها بشويش. عندي هنا اللي هو 4 شرايح. هذه القطعتين اللي قطعتهم الأخيرات هذه راح أحطها الأولى لأن راح تكون هي اللي ماسكة الكيك بشكل كامل، وهذه راح تكون الأخيرة. أما الأوليات اللي عملتهم هذا راح يكونوا بالوسط. السبب إني عملت هذه الحكاية عشان الكيك إنه هي دورين، لازم تكون عندنا الأساس اللي راح نعمله من تحت ومن فوق تكون الأفضل في الكيك. فأنا اخترت القطعتين الأفضل، راح تكون واحدة فوق وواحدة تحت. الآن عملت اللي هو التشريب، شربت اللي هو الكيكة وعملت كريمة خفيفة. أنا طبعا راح أعمل اللي هو الحشوات اللي عملتها من قبل، وهي راح تكون شوية سائلة عشان كده أنا مبغاهاش تخرج أو تسيح من داخل الكيك، لذا لازم أعمل طبقة خفيفة من الكريمة. وزي ما انتم شايفين أنا أخذت سباتولا صغيرة وبدأت أوزع الكريمة من تحت. هي صعبة شوية التوزيع لأن الصحن كان ضيق شوي، لكن المهم انه نعديها. بعد كذا عملت سور من الكريمة، لاحظوا من الجوانب فقط، ومن الداخل بدأت كريمة الفراولة اللي جهزناها مع بعض. ما شاء الله لو تشوفوا طعمها، بس طعمها كان خيال. أنا كل اللي في البيت كانوا يقولوا لي طعمها آيس كريم، وفعلا طلعت طعمها زي الآيس كريم بالضبط اللي هي آيس كريم الفراولة. وزعتها بشكل خفيف عشان بس أتأكد إن هي توزعت بشكل تمام ما فيش أي نوع من الفراغات. عندي هذه اللي بقيته من الخليط راح أستخدمه في الحشو طبعا للكيكتين سواء الصغيرة والكبيرة. هذه القطعتين الآن اللي هم قطعتهم الأوليات وحطيتهم على جنب، الآن راح أحشيهم هنا في النص لأن عادة تكون القطع اللي فوق هشة شوية، فعشان كده أنا عادة اللي هي الكيكة اللي هي قطع الهشة أعملها من النص وتكون أفضل، يعني عشان اللي هو الأساس من تحت ومن فوق يكونوا ثابتين أكثر. بعد كده أكرر نفس العملية للطبقات الباقية اللي هي طبعا شربتها بالسفن أب. ممكن تشربوها بأي شيء تحبوه، بس عشان أنا عادة اللي هي الكيكات الخاصة بالأدوار
أعمل لها 7 أب لأن تاخذ فترة طويلة معايا في الثلاجة، اللي هي حوالي من يومين إلى 3 أيام، وأنا ما أحب إن هي يصير لها طعم أو مذاق متغير، لذا أنا أحب أشربها بالسفن أب لأنه يبقى فترة طويلة. الآن عملت اللي هو سور من الكريمة، وبدأت أحشي اللي هي الكيكة بحشو الآيس كريم بالفانيليا زي ما قلنا من قبل، إننا قسمنا المقدار إلى قسمين، فهذا هو القسم الثاني اللي هو الصافي، برضو طعمه آيس كريم بالفانيليا جدا رائع. هنا عملت كمان شوي من الباقي، وعملت كمان اللي هو الشريحة الثالثة برضو نفس الفكرة ونفس الموضوع راح أشربها. طبعا طريقة العمل جدا سهلة، يعني حتى لو أي واحدة مبتدئة بالعمل ممكن تسويها، ما راح تغلط، ما راح يطلع لها أي شيء في الكيك، يعني حتكون جدا سهلة في العمل. بعد كده وزعت الكريمة اللي هي طبقة الكريمة، راح أعمل برضو سور، وراح أعمل كمان اللي هي أي نوع من الحشوات اللي موجودة عندي. زي ما قلت لكم إحنا مجهزين واحدة بالفانيليا وواحدة بالفراولة. هذه طريقة عمل السور عشان بس نضمن إن الحشو ما يخرج لبرا، لأن عادة الكيكات أو الحشوات اللي بالشوكولاتة تكون شوية فيها سايحة، وإحنا نشتيها تكون إيش متماسكة أكبر قدر ممكن. هنا أضيف لها اللي هو حشوة الفراولة اللي هي الخام عشان تعزز النكهة الخاصة بالكيك. هنا آخر طبقة اللي عملناها، وحتركوا هنا الأخيرة طبعا أشربها بسفن أب. أخذ بعد كده المقص وأقص الأطراف الخاصة بورق الزبدة اللي هي الزايدة، وأنملمها بالطريقة اللي انتم شايفينها. طبعا أنا راح أغطيها بشكل تمام عشان بس الكيكة ما تنشف معانا في الثلاجة. هنا شوفوا قطعت برضه وصلة صغيرة من ورق الزبدة دائرية، وغطيت فيها الكيكة بشكل كامل. بعد كده جبت كيس وغلفت الكيك بشكل كامل هنا وثبتها. راح أدخلها في الفريزر وأخليها لليوم الثاني. اليوم هنا طبعا هنا في اليوم الثاني الكيك الكبير عملت نفس الشيء. هذا طبعا عندنا الشغل اللي راح اشتغله الآن، هذا في اليوم الثاني. عندي البورد اللي راح استخدمه أنا لأن الكيكة حتكون لازم تتثبت، عملت لها جناش من تحت وثبتها. طبعا هنا مبردة وجاهزة. راح أعمل فيها الغرسات اللي هي التثبيتية هذه عشان راح تكون دورين. لازم الدور اللي تحت يكون فيه شيء يمسكه. لاحظوا أنا دخلت عندي هنا أعواد شواء، طبعا عملت مجموعة من أعواد الشواء ولصقتهم بلاصق عادي، وبعد كده أقيس على الكيكة على الحجم المكان اللي موجودة فيه، وأقص وأغرسها في الكيكة. راح أعمل طبعا 4 أعمدة بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب. أخذت اللي هي أعواد الشواء ولميتهم مع بعض ولصقتهم. بدأت أغرس في الكيكة وأشوف فين الحجم، أحدد بالقلم، وبعدين أخرجه وأخذ اللي هو المفتاح القص هذه وأقص المقياس اللي أنتم شايفينه. طبعا عملت نفس الشيء اللي هو 4 أعمدة. طيب بالنسبة للصغيرة هذه اللي حيكون الشرح عليها نفس الأسلوب. هذا في اليوم الثاني خرجتها. لاحظوا كيف هي مبردة ومثلجة. أنا حطيتها طبعا ما تحطوهاش أقل من 5 ساعات أبدا نهائيا، يعني لازم تكون من 5 ساعات وما فوق. أنا حطيتها من اليوم الأول في الثلاجة وخرجتها في الفريزر طبعا وخليتها تتفرزن. هنا بعد ما فرزنتها الأولى طبعا غرسنا فيها الغرسات، والثانية هنا راح أعلمكم طريقة التغليف بالجناش. طبعا أنا قصيت لها بورد خاص لها بنفس حجمها، يعني يكون زايد حاجة بسيطة جدا، وعملت له جناش ولصقته بأسفل الكيكة. انتم زي ما انتم شفتوا بالبداية أنا قلبتها، الآن هي صحيحة، الآن هي مستوية معايا، وهذا هو حقتها المقاس ما شاء الله ماسكة لأن أساسا مفرزنة. الآن راح أحطها على البورد، وطبعا زي ما قلت لكم الجناش يكون الآن تبدأوا تخلطوه وتحشوه في الأكياس. ما تخلطوش من بدري وبعدين توزعوه، لا، لازم يكون طازج بالمضرب، يعني ضربتوه الآن وحشيتوه في الكيس عشان يكون سهل بالتوزيع، لأن عادة بطبيعة الحال الجناش يجمد مع الوقت. هذا الآن
زي ما انتم شايفين انا اوزع الجناش بسهولة زي كأني اوزع الكريمة بالضبط. عندي كمان الكيكة باردة جدا جدا باردة، لان زي ما قلت لكم انا مخرجتها من الفريزر مثلجة، وابدأ عادي املسها زي كأني املس كريمة بشكل عادي. بس برضو لازم اكون شوية سريعة بالعمل، لان مهما كان الكيكة هي باردة والجناش مع البرودة يحصل انه ايش يتجمد بسرعة. عشان كده بس يد لازم تكون خفيفة بالعمل، واشتغلها بشكل اسرع عشان تاخذ معايا الشكل بدون ما يتجمد عليا وما تضبطش معايا. طبعا التمليس زي ما انتم شايفين كيف انا حاطة طريقة اللي هو الاسباتولا او طريقة المملس، لما تشوفوني كيف حطيتها تكون على زاوية، ونبدأ بدوران الكيك. وفي حالة إذا في أي نوع من الرتوش راح أعبيها بالشوكولاتة أو بالجناش. لاحظوا أنا أعبي الجناش وأشتغل على طول تمليس، أعبي شوي يعني في الأماكن اللي حاسة إن فيها رتوش أعبي فيها الجناش في المكان اللي فيه رتوش، وأستمر بطولة الوقت وأنا زي ما انتم شايفين املس. عندي شوف المكان هذا في رتش ظهر معايا اثناء العمل، لان بدأت خلاص الجناش يبدأ على طول يتجمد. هذه ميزة الجناش ده، انه على طول مع العمل انت اذا كانت بس معاكي الكيكة باردة تتجمد بشكل سريع. هذه ميزة هذا الجناش اللي عملت لكم اياه وعلمتكم اياه. الآن نستمر بالعمل وبهدوء. الآن خلاص بدأت تبرد، لازم أكون هادئة جدا بالعمل طبعا لأنه الفيديو شوية مسرع، لازم تكون يدكم خفيفة. الآن إحنا بس نشوف فين الأماكن اللي فيها رتش ونضيف لها شوية جناش ونملس كده تمليسة خفيفة، بس تأكد إن هي صارت معايا مملسة بشكل تمام، وأستمر بالأمر هذا لحد ما أنتهي منها تماما. لاحظوا أنا على شوي شوي ماشية بالأمر شوي شوي. عندي شوفوا فين المناطق اللي حصل فيها رتوش. الآن أخذ شوية من الجناش أعبي المنطقة هذه، وأخذ المملس وأملسها. حاولوا أن أنتم تستخدموا المملس اللي هو الستيل، لأنه بيكون أسهل لكم مع العمل في الجناش أكثر من اللي هو البلاستيك. هنا أعتبر تقريبا انتهيت. لازم هذا اللي فوق لازم أشيله الزيادة. في بعض البنات يقولوا لي نقدر ناخذه بالسكين، أي تقدري تاخذيه بالسكين لأنه خلاص يعتبر شبه جامد، وإذا تشتوي يجمد أكثر من كده ممكن تدخلوه في الثلاجة وبرضه حيصير معاكم بعد شوية تيجي تاخذوه برضه بسكين تكون حد. فبيخط لكم الأمر هذا بشكل سريع وحيكون معكم أسرع من اللي عملته. أنا الآن أحاول إني بس عشان أخذ الجناش بطريقة احترافية عشان يصير معايا الكيكة تكون حادة، يعني أطرافها حادة. وهذا اللي احنا نحتاجه في الشغل. لاحظوا الآن أنا أمسك الكيكة وما فيهاش خلاص يعني جامدة بشكل كامل، يعني حتى ممكن في هذه اللحظة إننا نقدر نغلفها على طول بعجينة السكر، ما فيش عندنا أي مشكلة. في حالة إذا حسيت إنه في شوية بروز ولا أي شيء ممكن أن نحمل اسباتولا بماء ساخن أو على النار، بس يفضل بماء ساخن، وتنظفي الأماكن اللي فيها رتوش. الآن خلاص جاهزة للعمل والتغليف بعجينة السكر.